بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، أما بعد. أهلا وسهلا بكم مشاهدي الأعزاء في هذا الفيديو الجديد الذي سنتكلم فيه عن الكان والتحضيرات للكان التي انطلقت كما يعلم الجميع رسميا أمس الاثنين. لكن قبل أن أبدأ فيديو اليوم، لكل من يشاهدني لأول مرة الرجاء الاشتراك ومحاولة نشر القناة ليصلكم كل جديد إن شاء الله، وإن شاء الله سينال المحتوى إعجابكم. إذا انطلق تربص المنتخب الوطني تحضيرا للكان سهرة أمس في المركز التقني في سيدي موسى. الحصة التدريبية أو لنقل التجمع الأول للمنتخب عرف تواجد كل اللاعبين 28، لكن الحصة التدريبية عرفت غياب 7 لاعبين دفعة واحدة. حينما نقول 7 لاعبين دفعة واحدة لا يعني ذلك أنه إصابات أو تأخر في الوصول أو شيء من هذا القبيل، لكن شيء آخر. الحصة عرفت غياب 6 لاعبين ممن شاركوا مع أنديتهم يوم الأحد الماضي، أي يوم واحد فقط قبل بداية التربص، وهم على التوالي رامز العربي الزروقي، وأيضا أنيس حاج موسى من الدوري الهولندي، عيسى مندي وهشام بوداوي من الدوري الفرنسي، إضافة إلى آدم زرقان لاعب سان سيرواز البلجيكي، وأيضا إسماعيل بن ناصر نجم دينامو زاغريب الكرواتي. هؤلاء اللاعبين رفض الناخب الوطني فلاديمير بيتكوفيتش إدماجهم في الحصة التدريبية، وأمر المحضر البدني باولو رونغوني فقط بعمل مخصص على الهامش. هؤلاء اللاعبين بالمناسبة ليسوا مصابين وسيندمجون اليوم في المجموعة بشكل كامل. الباقي لاعب واحد فقط وهو سمير شرقي. سمير شرقي للإشارة لم يشارك في حصة أمس رغم تواجده في المركز التقني سيدي موسى. كلكم تعلمون أن سمير شرقي تعرض لإصابة على مستوى أوتار الركبة. سمير شرقي كما تعلمون جميعا تعرض للإصابة على مستوى أوتار الركبة مع ناديه باري اف سي قبل 3 أسابيع من الآن. التاريخ المحدد لعودته كان يجب أن يكون الأربعاء أو الثلاثاء الماضي، لكن لغاية الآن سمير شرقي لم يعد. رغم ذلك بيتكوفيتش قرر استدعائه. سمير شرقي لم يقم بأي عمل بدني يوم أمس ولن يقوم بأي عمل بدني اليوم أيضا، ببساطة لأنه يخضع لراحة سلبية. حينما نقول راحة سلبية يعني الأكل والنوم فقط، لا يوجد أي حمل على العضلات. المصادر المقربة من المنتخب الوطني تقول أن سمير شرقي سيحظى بهذه الراحة لبضعة أيام. لا أعلم صراحة بدقة عدد الأيام التي سيخضع فيها سمير شرقي للراحة، لكن حينما نقول أيام يعني 3 أيام أو 4 على الأقل، وحينما نقول 3 أيام إلى 4 على الأقل يعني بالضرورة غيابه عن اللقاء الأول ضد السودان. إذا افترضنا أن سمير شرقي لن يتدرب اليوم الثلاثاء وغدا الأربعاء وبعد غد الخميس، يوم الجمعة سنكون إن شاء الله في المغرب، لن تكون هناك حصة تدريبية. إذا افترضنا أنه عاد السبت، فمتى يلعب على الخضوع للراحة السلبية يعني أن العضلات لم تكن تقوم بأي شيء، لذلك العمل البدني يجب أن يكون مكثف فقط للوصول إلى نفس وضعية زملائه اللاعبين. إذا وصل إلى نفس وضعية زملائه اللاعبين البدنية، هناك فقط سيبدأ في التنافس على مركز. لذلك من المستبعد جدا جدا أن يكون سمير شرقي أساسيا أو حاضرا على الأقل في مجموعة المنتخب في لقاء السودان المقبل. لذلك أقول لكم من الآن أنه سيغيب. لكن غياب سمير شرقي بالنسبة لي لن يكون مؤثرا جدا، خاصة إذا علمنا أن المنتخب الوطني يضم حاليا رفيق بلغالي الذي يتواجد في أعلى مستوى له. بالمناسبة وقبل أن أتم العدد بخصوص رفيق بلغالي، هناك اهتمام كبير من عملاقي الكرة الإيطالية. تابعوا عدد بيسان والكرة إن شاء الله وستعرفون كل التفاصيل. أتم الآن. قلت لكم أن غياب سمير شرقي لن يكون مؤثر ببساطة لأننا نملك رفيق بلغالي الذي يملك مستوى كبير. إذا افترضنا طبعا أن سمير شرقي سيلعب على الجهة اليمنى، أما إذا افترضنا أنه سيكون في محور الدفاع فنملك رامي بن سبعيني، عيسى مندي، أيضا بالعيد، إضافة إلى توغاي. أعلم أن الكثير لا يحبه لكنه يبقى بديل للمنتخب الوطني، لذلك سمير شرقي غيابه لن يكون مؤثرا جدا.
دائما بخصوص المنتخب، لكن نتكلم عن الوضع البدني المتباين للاعبين. بعض المصادر المقربة من المنتخب الوطني تقول أن بيتكوفيتش لم يقم بنفس أو لم يخضع اللاعبين لنفس حجم العمل البدني. ربما يقوم بنفس الشيء اليوم وأيضا غدا. بيتكوفيتش يعلم جيدا أن لاعبين لم يمارسوا أي نشاط، لا أقول لم يخوضوا أي لقاءات لأنهم كانوا يتدربون طبعا، وهم لاعبو الخليج عوار، إضافة إلى رياض محرز وأيضا بغداد بنجاح. هناك لاعبون لعبوا منذ تقريبا أسبوع في مثل لاعبي البطولة الوطنية وأيضا لاعبو كأس العرب، وهناك لاعبون لعبوا الأحد فقط والسبت. لذلك بيتكوفيتش يريد أن تكون الحصص الثلاث الأولى الاثنين الثلاثاء وغدا الأربعاء ليست بنفس الحجم البدني لكل لاعب. لكل لاعب لديه برنامج بدني وفني خاص لغاية الوصول لفورمة واحدة. بيتكوفيتش يعلم جيدا أن لاعبوها خاصة لاعبو الخليج الذين توقفوا عن النشاط قبل 3 أسابيع لم يكونوا نائمين. مثلا رياض محرز خاض لقاء وديا مع فريقه الأهلي ودخل تربصا تحضيريا في دبي. نفس الأمر بالنسبة لحسام عوار الذي خاض تربصا تحضيريا في دبي وخاض لقاء وديا ضد نادي نسيت اسمه، نادي جولف يونايتد على ما أعتقد. بغداد بنجاح أيضا خاض لقاء مع ناديه الشمال. لاعبون ربما متأخرون عن بقية زملائهم، لكن وضعهم ليس كارثيا كما يصوره البعض. لكن رغم ذلك بيتكوفيتش يريد برنامجا بدنيا لكل لاعب لغاية الوصول لنفس الفورمة على الأقل قبل السفر للمغرب للدخول للمنعرج الأخير إن شاء الله. قبل ختام عدد اليوم أود أن أشير أيضا إلى أن الناخب الوطني بدأ منذ حصة اليوم الثلاثاء، إن شاء الله ستقام حصة اليوم. بدأ منذ حصة اليوم في اختيار اللاعبين الذين سيشاركون كأساسيين. قد يرى البعض أن الوقت مبكر لأننا بدأنا التربص فقط يوم أمس، لكن عليكم أن تعلموا أن اللقاء الأول سيكون يوم الأربعاء المقبل على ما أعتقد 24 من ديسمبر. لذلك الوقت ضيق جدا جدا على بيتكوفيتش، وقد بدأ في اختيار لاعبيه الأساسيين من الآن. كما أشرت في عدد أمس يكون قد استقر على لوكا زيدان كحارس أساسي. هناك أخبار تقول أنه استقر أيضا على رايان أيت نوري كظهير أيسر أساسي. مندي بن سبعيني أيضا رفيق بلغالي. ربما المشكل فقط في الوسط، عمورة على الجناح الأيسر، ربما محرز يملك نسبة أكبر من حجم موسى على الجناح الأيمن، بغداد بنجاح في قلب الهجوم. ربما قلت لكم فقط المشكل فقط في الوسط، وهو ما سيحله الناخب الوطني في غضون حصة أو حصتين على أقصى تقدير. ربما منذ بداية حصة غد أو يوم الخميس سيبدأ بيتكوفيتش في تجريب تشكيلته الأساسية من أجل التحضير للقاء الأول ضد السودان. لا أريد أن أطيل عليكم كثيرا. قبل أن أنهي فيديو اليوم، لكل من يشاهدني لأول مرة ومعجب أو أعجب بمحتوى القناة، الرجاء الاشتراك ومحاولة نشرها لتصل لأكبر عدد ممكن ونصل إلى 3000 مشترك في أسرع وقت ممكن. إلى هنا ينتهي عددنا لنهار اليوم، نلتقي غدا إن شاء الله. السلام عليكم.